ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ انا هلا ثابت، ميك اب ارتست. لو اول مره بتشوفيني اعملي اشتراك في القناه، فعلي زر الجرس ولايك وشير يوصلك كل جديد. طبعا معانا القمر. كانت خطوبه عندي ما شاء الله عليها، كانت طالعه زي القمر. اول حاجه يا بنات، زي ما متعودين، تنظيف البشره. طبعا هي عامله جلسه التنظيف وتمام ومتظبطه. بس طبعا لازم قبل الميك اب، يعني حتى لو جاتلك عميلة في نفس اليوم، المأسيلر دي مهمة جدا جدا في التنظيف. نضفنا، هنبدأ نعمل ايه؟ نرطب البشرة طبعا. قبل اي حاجة خلاص نضفنا، نرطب على طول. خليها قاعدة، هتنضفي ترطبي على طول. المرطب ده يعزل اي حاجة تانية هتحطيها على بشرتك، يعني يحمي، بلاش يعزل، يحمي بشرتك من اي برودكت هتحطيه على البشرة. طبعا بحط المرطب بتاعي اللي هو من كلينيك، بيقعد تقريبا دقيقتين، وادخل على الخطوة اللي بعدها. الخطوة اللي بعدها طبعا الجل بتاع الكيرولان. خلاص انتوا حفظتوا تفاصيل وترتيبات البشرة في التأسيس. خلوا بالكم يا بنات، لو تأسيسك سليم والماتيريال بتاعتك حلوة في التأسيس، الباقي مش مهم، او مش هقول مش مهم، ولكن الباقي حتى لو الماتيريال اقل مفيش مشكلة. لكن تأسيس البشرة مهم جدا انه يتعمل ببرودكت محترم. الخطوة اللي بعد الجل، هنحط البرايمر بتاعنا حسب نوع البشرة. بشرة عروستي جافة جدا جدا جدا، طبعا رطبنا ورشة الفيكس سبراي اللي انتوا مشفتوهاش البرايمر بتاع ماك في ترطيب عالي قوي، وكمان في زي عارفين زي الهايليتر كده، يعني هو برايمر وهايليتر. برضو هدمجه بالشكل ده وسيبه لغاية البشرة ما تشربه. تمام، أسسنا صح. يلا نخش على الميك اب على طول. بعد ما خلصنا بقى وعملنا كل التفاصيل، هتقولوا لي انتي فتحتيها قوي كده ليه؟ هو ده كان طلب العروسة. تمام، هبدأ اثبت الحواجب بس هقول لكم على حاجة. رغم ان هو طلب العروسة، بس شوفوا في الاخر اللوك هيبقى طالع عامل ازاي. انه لسه الملامح لسه مش واضحة، لوس باودر لسه موجود على البشرة. انتظروا اخر اللوك وهتشوفوا اللوك هيطلع حلو قد ايه. بسرح بالشكل ده من الوكس او الجل بتاع الحواجب من هديل. تمام، سرحت، ثبت. مهمة انتهت وخلاص. على كده ادخل على المهمة اللي بعدها، واللي هي كمان مهمة. مفيش خطوة بتعمليها الا لما بتبقى مهمة. كل تركاية بتعمليها بتبقى مهمة في شغلك. هنجيب بعد كده الكونسيلر او الفاونديشن اللي انت عايزاه ومرتاحة فيه، اشتغلي بيه. فرشة فلات، وهبدأ انضف تحت الحاجة زي ما انتوا شايفين. ما تمسكيش على حاجة واحدة، ما تربطيش نفسك بحاجة واحدة، لكن مطلق الحرية. طول ما هتطلعي نتيجة حلوة اشتغلي. تمام، زي ما انتوا شايفين كده بوزع الكونسيلر او الفاونديشن او ايا كان اللي انت هتشتغلي بيه، بوزعه بالشكل ده. وهعمل طبعا العين التانية، مش هعمل عين واسيب التانية. لسه ما حطيتيش الكومنت بتاعك؟ ها، ما عارفه. طب ما تروحي تحطيه وتعالي، مش هفوت لك حاجه. يعني دي شفتي العين دي، روح حطي الكومنت وتعالي حطي شوفي العين التانية، وهكذا. يعني المهم ان انتي ما تسيبينيش من غير كومنت ومن غير لايك ومن غير الكلام الحلو اللي بيفرحني. وتقولي لي انتي متابعاني من فين، عشان ده كمان ده بصوا
كلمة متابعاني من فين دي بتخليني بطير من السعادة، بسبب انه يعني قد كده الناس مبسوطة وفرحانة باللي بقدمه. اكتبي لي بقى متابعاني من فين عشان كمان فرحتي تزيد. نضفت تحت الحواجب زي ما حضراتكم شايفين. هجيب البيوتي بلندر بتاعتي وهبدأ اطبطب. بتطبطبي ليه وبتشتغلي ليه اصلا ببيوتي بلندر؟ عشان بتشيل الزيادة وبتضيع شكل الفرشة، لانه طبيعي الفرشة بيبقى فيه زي خطوط رفيعة كده، فبتعمل شغلانتين، تشيل الزيادة وبتخلي شايفين شكل الحاجب عامل تحت الحاجب عامل ازاي. عمالة اقرب لكم في الكاميرا عشان تشوفوا ادق التفاصيل. بصوا بقى، ليه دايما انا يعني كنتوا زمان تقولوا لي ايه، وريلنا الالوان من الباليت. انا قلت لكم يا بنات، احنا شغلانتنا او الفن بتاعنا ده مش متوقف على حاجة معينة او لون معين. ممكن اللوك ده يتعمل ب7000 لون. ليه بقى مش بوريلك لون؟ عشان ما تحصريش نفسك في لون واحد. لا، انا اطلقي العنان لفكرك للفن، انك تطلعي حاجة حلوة. يا بنات احنا مش بنشتغل شغلانة او وظيفة، احنا ناس فنانين. يعني ممكن نطلع احلى ما عندنا ونفن ونطلع الجديد اللي عندنا. ممكن بنوتة جميلة تتابعني تطلع احلى مني مليون مرة، وده انا متأكدة منه. جبت لون على نود كده، برضو لون خفيف هادي، وهبدأ انا ما بثبتش الكونسيلر او يعني ما بثبتش عموما، بثبت بالشادو. طبعا بيدي للشادو ثبات رائع جدا. فرشة فلافي وببدأ ادمج. طبعا زي ما انتم شايفين ايدي خفيفة على قد ما تقدروا يا بنات، وده مهم جدا. تمام، زي ما انتم شايفين. شفتوا الحكاية في ثواني خلصانة، بسيطة قوي يعني. هجيب فرشة اصغر شوية، بنسل، بس مش بنسل صغيرة قوي، البنسل الوسط. هجيب درجة اغمق، وفي الكورنر بتاع العين، لان انتوا زي ما انتوا شفتوا في الاول عينها شوية ضيقة، فهاجي في كورنر العين ورا بثبت وبدمج، اطلع قدام وارجع على ورا، بحيث ان انا ادمج اللونين مع بعض، ما يبقاش فيه فرق بينهم في الالوان زي ما حضراتكم شايفين. حلو الكلام، حلو الكلام. بما انه الكلام حلو، ما تنسيش اللايك بتاعك. هتنسي؟ طب ما تنسيش، روحي افتكري يلا وحطي اللايك بتاعي. اعمل ايه في الكورنر بتاعي بالدرجة الغامقة؟ شايفين انا بشتغل ليه بثقة دلوقتي؟ عشان انا اوريدي ثبت بالشادو الدرجة الغامقة، سوري الدرجة الافتح من دي، فانا بشتغل من مركز قوة، يعني مش قلقانة ومش خايفة. تمام، تمام جدا. بسحب على بره خالص وبسحب على جوه. تمام، تمام يا بنويت، يا حلوين، يا سكرات، يا عسلات، يا قمرات. تمام، قمر قوي كده. شايفين الحلاوة والطعامة؟ شايفين؟ هجيب درجة شمر على لون ذهبي، لان فستانها كان ذهبي. تمام، وهبدأ اثبت الكونسيلر الفاتح اللي قدام بالشمر الذهبي منه. ثبت يعني اعتبرت ان الكونسيلر ده لزق للون الشمر او الجليتر او الكلام ده كله. منها ثبت ونورت ونضفت الجزء كله. تمام، تمام يا سكرات. نروح نثبت كمان الحتة التانية. تمام، ثبتنا ونورنا الاتنين مع بعض.
تمام جدا جدا جدا. حلو الكلام، حلو الكلام. خلصنا. هنعمل ايه؟ عارفيني ما بحبش الخطوط الصريحة. رحت جبت فرشتي الجميلة الفلافي وببدأ ادمج اللونين مع بعض عشان ما تبقاش خطوط. متستعجلوش، ثانية واحدة. الله على جمالي وعلى حلاوتي وعلى طعامتي وعلى إبداعي الفني. حلو الكلام، حلو الكلام. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنحدد بعد ما انضف، طبعا مهم قوي انضف بالشكل ده. هحدد شكل العين في النهاية. ده جزء من كونسيلر، عارفين اللي هو لمحة، لمسة، حاجة بسيطة قوي. ليه بقى؟ لان احنا متعودين انه ليكويد على باودر ما ينفعش، ولكن انا بجيب، عارفين الفرشة تكاد تكون ما فيهاش، بس بحدد شكل البتاع وبرجع برضو اثبت بالكومباكت باودر او باللوس باودر زي ما تحبي. شايفين شكل التحديد بتاع العين عامل ازاي؟ بجيب الكومباكت باودر او اللوس باودر وببدأ اثبت الجزء اللي انا حطيته زي ما انتم شايفين. كومباكت الباودر دي كانت رائعة. بتقولولي ليه؟ بتقولي كانت عشان زي ما انتم شايفين بتنتهي من شارلوت. حلو يا بنات الكلام. طب والله الكلام عظمة. يا ترى هنعمل ايه؟ الايلاينر. وفي الايلاينر حدث ولا حرج. ومن حبي في ايلاينر محمود سعيد بجد، لو يعرف طريقي هيبعت لي دستة ايلاينر محمود سعيد، بجد من حبي فيك. تمام. بشد الايلاينر بتاعي وبسحبه على بره. بذمتكم في اسهل ولا اروع ولا احلى من كده؟ انتوا حسيتوا دلوقتي بالملل او بالزهق؟ بجد. طبعا في تركات اتعملت طبعا، والشاطر اللي يقول لي التركات اللي اتعملت في الايلاينر ايه هسيبها لكم كده مفتوحة، والشاطرة اللي هتكتب لي في الكومنتات. يلا نخش على العين التانية بحلاوتها بطعامتها بجمالها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين؟ يا رب تاخدوا بالكم من التركايه اللي اتعملت. مش هقول لكم عليها، اكتبوها لي في الكومنتات ايه التركايه اللي اتعملت في الايلاينر يا بنات. من جمال الفرشه بتاعت محمود سعيد. بصوا ايه الفرشه الجامده دي، فرشه رهيبه رهيبه، بحبها بشكل مرضي، بجد بحبها قوي. تمام. نسحب بالشكل ده. عظمة عظمة على عظمة. تمام يا بنويت. خلصنا الايلاينر. شفتوا بساطته، شفتوا حلاوته، شفتوا طعامته. اعمل ايه بقى؟ الحواجب. طبعا الحواجب بتاعتها صغيرة جدا وقصيرة. تمام. هنبدأ من البؤبؤ او من الجزء العلوي ده اللي فوق منتصف الحاجب زي ما بيقولوا، واملى الحاجب في نهايته. الحاجب كان طالع قمر 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 قوي، وكنت مبسوطة بيه جدا كمان. تمام.
تمام جدا. شايفين؟ هحافظ بقى على الجزء اللي قدام ده يطلع طبيعي، ما يبقاش تقيل. هتشوفوا دلوقتي انا هعمل ايه. بالبواقي اللي في الفرشة هبدأ اسرح الشعر على فوق. بصوا عملت الخط بتاعي، شايفين انا بعمل ايه؟ انا بسرح على فوق، بس انا عايزة احافظ على انه يبان ان هو من قدام طبيعي. انا ما حطيتش دي البواقي اللي موجودة في الفرشة. يا رب المعلومات تكون واصله لكم بشكل مبسط وسهل، ما تكونش مكلكعه ولا صعبه ولا تضايقكم. شايفين الحاجب طالع قمر ازاي؟ نخش على الحاجب اللي جنبه. تمام جدا. شايفين انا ببدأ من فين يا بنات؟ خلوا بالكم انا دايما ببدأ من الجزء ده، سواء ايلاينر، سواء جيل الحواجب، سواء شادو، دايما بحب اشتغل من الجزء ده. تمام. زي ما انتم شايفين انا ما طولتش قوي، بس طولت سيكه صغيرين. تمام. تمام جدا. حلو قوي قوي قوي. هعمل خط، والخط بتاعي هبدأ ارفعه على فوق. شايفين عملت الخط بتاعي، وبعرض الفرشة عشان انا مش عايزاها تتقل قوي. شايفين انا ما وقفتش الفرشة، حتى لما بوقفها بسيط قوي. شايفين الحواجب طلعت حلوة ازاي؟ تمام جدا. حلو قوي قوي قوي. بصوا انا يعني فرحانه قوي بالحواجب. تمام جدا. اللي وصلت معايا للحته دي، وعشان اعرف انتوا فعلا متابعيني بجد ولا لقطه واجري، تكتب لي تسلم ايديكي على الحواجب القمر دي. بس اللي وصلت معايا تكتب لي كده في الكومنتات تسلم ايدك على الحواجب السكر القمر العسل دي. خلصنا. يا ترى الخصلة الحركة اللي بعد كده ايه؟ ده انا لسه شغالة في الحواجب. موضوعها كبير الحواجب دي النهاردة. تمام يا بنويت. تمام يا سيادنا. حلو قوي. التركال اللي بعد كده يا ترى هتكون عبارة عن ايه؟ يا تتصوروا ان انا اصلا بشوف ببص زيكم بالظبط لسه في الحواجب. بس بصوا اقول لكم برضو على حاجة، اللي اهم من الشغل تظبيط الشغل، وده حقيقي. مش مهم اخد وقت قد ايه، مش مهم ابقى مستعجلة ولا مش مستعجلة، المهم اطلع مستوى حلو في الشغل. هعمل ايه دلوقتي يا بنات؟ هلزق الرموش. شوفوا كده من ساعة ما بديت ايدي لغاية ما الرموش لزقت، شوفوا خدت ثواني قد ايه. ثواني مش دقيقة، لا ثواني، عشان تعرفوا ان الحكاية مش صعبة. الحكاية محتاجة مننا تدريب كتير، ايدي تاخد كتير قوي في الشغل. ما استعجلش. وده بصوا ده مهم جدا. دايما بقول المبتدئة ما تفرحش ان هي سريعة، لا، اشتغلي بالراحة وبمزاج وبهدوء، هتطلعي نتيجة حلوة جدا. هتكروتي وتستعجلي وعايزة بسرعة وعايزة مش عارف ايه، لا مش هتطلعي نتيجة حلوة.
شايفين انا بعمل ايه؟ بهز ايدي كده بالرموش، ما اقولش هف فيها عشان الهف دي ممكن تطلع في حتة تفضي منها الجلو خالص وحتة يبقى فيها كتير، ولكن هزة ايدي دي كده هي اوريدي الجلو. كل القصة ان انا بشمع الجلو مش بنشفه. من ساعة ما بحط الرموش بالظبط ثواني اهو، استنوا كده بصوا شوفوهم يطلعوا كام ثانية، ما يكملوش 5 ثواني حتى، لزقنا خلاص الرموش. حكاية سهلة وبسيطة جدا. اتأكد طبعا من لزقها تمام جدا. الخطوة اللي بعد كده بنضف الوجه بالكامل من ايه؟ من اللوس باودر. تمام تمام جدا. اعمل ايه دلوقتي؟ هبدأ احط البلاشر وادفي الدنيا. ادفي الدنيا يعني ايه؟ خلي بالكم كلمة ادفي الوجه دي خدتها، بصوا سمعتها من ميك اب ارتست برضو على الميديا، بس انا فعلا مش فاكرة هي مين، يا مروة يحيى يا اسماء عادل. فكرة ان انا ادفي الوجه كله عشان يبقى انا محددة شكل الخدود ومحددة، ولكن انا بدفي الوجه كله عشان ما يبقاش فيه اختلاف كبير في الوش. زي ما حضراتكم شايفين مشيت على الوش كله. تمام تمام جدا. خلوا بالكم هي مش فاتحة قوي كده، ولكن عشان الاضاءة قوية قوي فباينة ان هي فاتحة. هعمل ايه دلوقتي يا بنات؟ جبت نفس الاي شادو اللي فوق العين هجيبه تحت العين، بس هجيبه بشكل عشان ادي مساحة للعين دي، العين صغيرة قوي، عشان ادي مساحة انا بعمل خط الاي شادو تحت خط الرموش بحبة. ليه؟ لما بدي المساحة دي اللي انا لسه هفتحها بالكونسيلر واثبتها بهايلايتر بجليتر زي ما انت عايزة، ثبتيها بالطريقة اللي تعجبك. شايفين انا عملت ايه؟ سبت خط فاتح كده تحت خط الرموش. هعمل نفس التكنيك في العين التانية. تمام تمام جدا. حلو قوي 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 قوي. شايفين انا عملت ايه؟ سحبت الشادو وخليت خط فاتح. الخط ده هحافظ عليه جدا لان انا لسه هنضفه بالكونسيلر واثبته بالهايلايتر بالجليتر زي ما انت عايزه. ثبتي حتى لو ثبتي بدرجه فاتحه وتكون مط شغال ما يجراش حاجه. اللي يعجبك واللي شايفاه ذوق العروسه اعمليه. شفت انا عملت ايه؟ استنوا بقى هيبان دلوقتي وهيوضح اكتر. هجيب الكونسيلر بتاعنا بفرشة فلات رفيعة جدا، وده مهم جدا. التفاصيل دي يا بنات تحطيها حلقة في ودانك عشان تساعدك انك ما تخطئيش في شغلك. هعمل ايه دلوقتي؟ هنور الجزء اللي انا سبته. شايفين؟ بصوا ده بالكونسيلر بنور الجزء ده بس. شايفين انا عملت ايه؟ بس طبعا بطلب من العروسة ان هي تحاول ما تنزلش عينيها، علشان لو نزلت هتنزل على الايشادو اللي تحت كأني ما عملتش حاجة. تمام. هجيب الهايلايتر او ايا كان اللي انا هحطه واحطه بس على الجزء الفاتح، اثبته وانوره. حلو الكلام حلو الكلام. تيجي نعمل الناحية التانية كمان. ما انتوا من حقكم تشوفوا الناحيتين، مش معقول يعني هتشوفوا ناحية والتانية لا. بتكلم كتير انا عارفة، معلش استحملوني بقى، بحبكم وبحب الكلام معاكم. بنور ايه بقى يا بنات؟ بنور الجزء اللي بين خط الرموش وبين الخط الشادو اللي انا حطيته. طب بتعملي ليه الحركة دي؟ الحركة دي بتدي مساحة رائعة للعين، بتخلي العيون واسعة جدا وفراجين كده مش واسعة وبس.
حلو. يبقى كده نضفت بالكونسيلر، نورت بالجليتر او بالهايلايتر، او نورت باي حاجة متاحة عندك. شفتوا بقى عينيها بقى مساحتها قد ايه؟ فاكرين عينيها اول ما بدأنا الفيديو؟ هي بتقول لي انا حاسه ان في، قلت لها استني عليا، اديني فرصتي. كده ببدأ اعمل ايه؟ بنضف تاني الخط بتاعي عشان اتأكد ان انا مفيش حاجة نزلت عليه. تمام، تمام جدا، زي العسل. تمام قوي قوي قوي. تمام يا بنات، تمام يا سكرات يا حلوات. عملت ايه بقى دلوقتي؟ شديت خط بالايلاينر من بداية الرموش او من نهاية الرموش، سحبت على تحت عشان ادي مساحة للعين زي ما انتوا شايفين. خلي بالك شدت، شوفوا شدت الايلاينر عملت ايه في العين، ودت العين في حتة تانية. هنشد كمان الناحية التانية. الخطوة دي مهمة برضو. بعد ما سحبت بالايلاينر كحلت مدمع العين، ما كحلتش العين كلها. ليه ما كحلتيش العين كلها؟ ما كنتي ريحتينا وكحلتي العين؟ لا، لو كحلتها هتبان صغيرة قوي. فانا زي ما انتم شايفين بشد خط بالايلاينر من نهاية الرموش لغاية سحبة العين. تمام، وبرجع بالايلاينر اعمل زي رقم 8 او رقم 7 زي ما تحسبوه، وبجيب الكحل بتاعي بس بكحل مدمع العين. خلصنا على كده سحبة العين. شايفين بسيطة قد ايه؟ تمام، زي العسل. يا ترى الخطوة اللي بعدها هتبقى ايه؟ المسكرة. وحدث ولا حرج في المسكرة. المسكرة دي بتحلي اي لوك في الدنيا مهما يكون عاملة شغل حلو. بصوا كل حاجة بتكمل التانية. يعني المسكرة بس ايه؟ بتحلي شكل العين. انتي لو مش حاطة ميك اب خالص وحطيتي حبة مسكرة خفيف كده كأنك حاطة ميك اب. تمام يا بنويت، خلصنا. نخش بقى على الخطوة اللي بعدها. الخطوة اللي بعدها يا احلى بنات في الدنيا هتبقى ايه؟ هتبقى نظافة للوجه بالكامل من اي حاجة نزلت على الخدود مثلا. تمام، بطلب منها تغمض عشان احدد العين فوق، وده مهم جدا. شايفين؟ هي عارفين ساعات بتقول انتي اوفر قوي. والله مش اوفر، بس عارفة ممكن نقطة تفرق معاكي في اللوك بتاعك، وهو ده اللي انا عملته دلوقتي. هي يمكن نقطة بس فرقت معايا في اللوك بتاعي. ببدأ بقى احط ايه؟ احلى فقرة في الميك اب بحبها قوي 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 الفقرة دي، فقرة الهايلايتر. بعشق الفقرة دي، بعشقها. ببدأ اوزع بالشكل ده في اماكن الاضاءة زي ما اتفقنا عليها وعارفينها وحافظينها. وزي ما انتوا عارفين انا بحب اشتغل بايدي، وبعد كده بمسك الفرشة بتاعتي كده حاجات بسيطة كده، بس ببقى انا مبسوطة وانا بشتغل. حلو الكلام، حلو الكلام. يلا بينا التركية اللي بعدها هتبقى ايه؟ بعد ما وزعت الهايلايتر ونضفت الوش، الروج. بصوا دايما بقول ايه؟ لازم نحدد بلون. شوفوا مش فكرة تحديد قد ما هو انا بحرص او بحب اشتغل بنظام الديجرادي في الروج. يعني ايه؟ يعني ممكن ادخل لونين، لون كده في حرف او في الشفايف من بره، وبدخل لون تاني من جوه، بس بدمجهم مع بعض. يعني ما تحسيش انه في فرق اصلا.
تمام. زي ما انتوا شايفين كده الروج بتاعي كله ميبلين. انا ما بعرفش اشتغل غير بميبلين، او مش ما بعرفش، من افضل الروج اللي اتعمل هو ميبلين بصراحة. تمام زي ما حضراتكم شايفين. وزعت بالشكل ده الروج بتاعنا. وطبعا برضو بعد ما خلصت حددت الشفايف زي ما انا عودتكم وزي ما انا شرحت لكم قبل كده. تمام تمام جدا. تفتكروا في تريكات تاني جاية؟ طبعا احنا بنهزر. طبعا في تريكات كتيرة جاية. بصوا انا العروسة دي شبه ممثلة، ومن ساعة ما خلصتها وانا عايزة اجمع هي شبه مين. يا ريت اللي تعرف هي شبه مين من الممثلات تكتب لي في الكومنتات. خلصنا الروج. خلصنا طبعا الروج. تمام جدا. وخلصنا وبننضف وبنظبط البلاشر، وعارفين الحاجات الاخرانية دي، التفنيشات الاخرانية والتركات الاخرانية دي، عارفين شايفين؟ بصوا يعني حاجات بسيطة ولكن حلوة. هبدأ احط الهايلايتر. تمام. بحب احط بايدي وبعد كده أأكد بالفرشة او ادمج اكتر بالفرشة زي ما انتم شايفين. اللي عارفة هي شبه الممثلة مين، لان انا يعني عارفة ان هي شبه ممثلة، بس مين الممثلة دي انا مش قادرة اجمع شكلها. اللي عارفة تكتب لي في الكومنتات. زي ما انتم شايفين يا بنات، قمر 14. تمام. بأكد على خط الاي شادو. تمام تمام جدا. قمر ما شاء الله عليها، طالعه زي القمر. ربنا يسعدها يا رب ويكمل فرحتها على خير. تمام تمام جدا. طبعا التظبيطات الاخرانيه دي بتبقى مهمه جدا. وبعد كده برش رشه الفيكس سبراي. الفيكس سبراي يا بنات اللي هو بيضيع شكل الباودر من وش العروسه بتاعتك او العميله بتاعتك، والفيكس سيتنج اللي هو المثبت اللي هو بيثبت الميك اب بتاعك. تمام كده. انا استدعوني عشان كان في حاجه بره في المحل، فكانت العروسه اللي قبلها قاعده، فقعدوا يحكوا مع بعض كده مثلا بتاع 3 دقايق لغايه ما رجعت لهم. هي طبعا هتلاقوها تروح وتيجي على المرايه عايزه تطمن على الميك اب بتاعها. فيا رب يكون الفيديو عجبكم، يا رب تكونوا استفدتوا من الحاجات اللي انا بنزلها. يا رب ما اكونش ضيفه تقيله على قلبكم، اكون دايما عند حسن ظنكم، واكون دايما يعني او تكونوا انتوا دايما داعمين ومستفيدين وفرحانين باللي انا بقدمه. طبعا دعمكم ده يعني مش عايزه اقول لكم كلامكم الحلو، مش عايزه اقول لكم بيعمل فيا ايه، بيوصلني لايه وبيشجعني قد ايه. بحبكم واشوفكم دايما احسن ناس في الدنيا، احلى عروسه في الحياه. باي باي يا احلى بنات.